دكتور سامي. مساء الخير جميعا، تحياتي لضيوفك ولضيوفك الكرام. اهلا بيك يا دكتور. والدكتور عبد المنعم منور الجلسه وبيثريها جدا. انت قلت حاجه مهمه جدا، ان احنا لازم نتكلم بوضوح وبصراحه. نعم. بوضوح وبصراحه. بالنسبه للتاريخ بقى، عشان نتكلم بصراحه، هو فعلا احنا طول عمرنا حبايب المسلمين والاقباط، ومع هذا في عدم ثقه بين الطرفين مع هذا الحب. ليه؟ بصراحه شديده. ليه؟ المسلمين عندهم قناعه ان اخواننا الاقباط بيعتبروا ان المسلمين هم سلالة العرب الغزاة اللي جم احتلوا مصر. واديك مثال، ايام الخلاف، ايام الرئيس السادات رحمه الله، والخلاف اللي حصل مع البطريركية، قيل في ذلك الوقت، وقد يكون هذا حقيقي او ده شغل مباحث امن الدولة الله اعلم، ان في منشور كان صادر وانا قريته وطلع، وان في تعليمات ان اسبانيا تحررت بعد 600 سنة، وان احنا لازم نتحرر من الغزو العربي، وتعليمات شديدة موجعة للقبطي ازاي يعظم مصالح الاقباط ويهبط مصالح. في قناعة عند كثير من المسلمين ان الاقباط بيتمركزوا في الجنوب على البحر الاحمر وتحته في الواحات، علشان يوما ما مصر تتقلب الى بلدين، تتقسم الى بلدين، جنوب قبطي وشمال. هذا الكلام موجود، لازم يطلع في العلن ويتقال ونتكلم ونقول للاقباط لا، احنا مش سلالة العرب المحتلين، احنا نسيج هذا البلد، وانتم نسيج هذا البلد، وانتم اصلاء في مصر واحنا اصلاء في مصر، ودي بلدنا وكلنا نتكلم بمنتهى الوضوح والصراحه. اشكرك يا دكتور سامي، اشكرك على هذا الوضوح. وانا حسب جناب القمص السؤال اللي ساله الدكتور سامي او بشكل مباشر، هذه قناعه قد تكون موجوده لدى البعض من هذا الجانب او من ذاك، تعقب عليه تقول له ايه؟ هل بالفعل المسيحيين يروا ان المسلمين هم عرب غزاة؟ موضوع المسيحيين عرب غزاة، موضوع المسلمين عرب غزاة، ده موضوع مطروح في كتب إسلامية وفي كتب في التاريخ، وجهات نظر، والوجهات النظر دي أساسا وكتابها كتاب مسلمين، لكن ما هياش كتب مسيحية. على فكرة أنا الحقيقة سألتك على وجهة نظر المسيحية مش وجهة نظر أنا ما كملتش. أيوة اتفضل. فده الكلام اللي موجود في المكتبات. اتفضل. لما المسيحيين بينضغط عليهم ويحس ان هم مش عارفين ياخدوا حقهم، بيشعروا ان الوضع بالنسبة لهم ان ده غزو وان ده احتلال. بمعنى ايه؟ انا مش عارف ابني كنيسة ويتقال لي اقرب كنيسة ليك ايه والكلام اللي سمعناه ده. غزو من مين يا بس اصبر عليا. لا غزو من مين بس؟ معلش. واحتلال من مين؟ اديني فرصة اكمل كلامي. اتفضل. لما اجي الاقي ان كل جريمة تطلع يقولوا لي في الاخر ان اللي عملها مخبول مختل، ومتوقعين ان اللي هيطلع في الموضوع ده مختل عقليا. عادي اتعودنا، كل القضايا اللي فاتت مختل عقليا. واذا طلع مش مختل عقليا تبقى فلتة بقى. طيب. اصل المرة دي يبقى ينفع ولا ما ينفعش يعني؟ المرة دي بيقولوا انه امام مسجد، فمش معقول هيقولوا على امام المسجد مختل عقليا. انا ما اعرفش. فده يمكن ده اللي مكتوب في الجرايد. فدي يمكن تبقى بادرة ان نغمة مختل عقليا تتغير. فرض سؤالي، لما بتتكلم على احتلال وبتتكلم على غزو، هو بتقول ان ده مسألة ليها، انا بسأل بصراحة وانا بتكلم بصراحة. هل هذه وجهة نظر مسيحية منتشرة لدى المسيحيين؟ نعم. بعض المسيحيين يرون هذا. وانت وتحقيق حضرتك عليها ايه؟ لما نلاقي نفسنا مش واخدين حقوقنا واحنا من البلد، بنشعر ان احنا غربة في بلدنا. لما يتقال ان احنا اقلية، الاقلية بيبقوا ناس اجانب، انا مش اجنبي، انا ابن البلد. فلما اكون ابن البلد وتقال عني اقلية عددية لكن مش اقلية بالمفهوم بتاع الاقلية. بنتكلم عن المواطنة، ولما تكلمني عن غزو وتكلمني عن ولما حضرتك تكلمنا عن المواطنة يبقى تديني حقي كمواطن. طب لكن ما بيحصلش. غلط. يبقى خلاص. ولا غزو ولا احتلال غلط، او ما يتحدث عنه لسبب بسيط. اديني بيئة صالحة واديني وضع صح، ساويني بغيري. يا جناب القدس، البيئة الصالحة احنا اللي هنعملها، والوضع الصح احنا اللي هنشكله. اسمع افكارنا. فوزي الزبزاب. اسمح لي، انا لي عتاب على جناب القمص مرقس، وارجو ان تقبل مني كاخ. طبعا يعني انا شخصيا لو مسيحي وبسمع تعليق سيادتك على سؤال اللي سأله الاستاذ جمال، انا يتولد عندي التطرف. بمعنى ايه؟ يعني انا من كلام سيادتك وردك عليه احسس ان انت بتقول في وقت عندما يشتد التطرف على المسيحيين في بعض الحالات، يبقى انا
بقول هذا الكلام. طب هو كمان حينما يشتد على المسيحيين التطرف في بعض الاحيان، متصور انهم يعملوا ايه يا فضيله الدكتور؟ يا ما عشان كمان عشان يبقى ايوه انا هنا بسالك متصور انهم يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ ما انا بقول لسيادتك اهو، انا بقول ان التطرف موجود عند الاثنين. فضيله الشيخ بعد اذنك، احنا كتير بنسمع التطرف من الطرفين، والحكايه دي فيها ظلم كتير للأقباط. هل حد شاف مسيحي حرق جامع؟ احنا كنيسنا بتتحرق عمال على بطال، احنا بنتذبح، وكل مره زي ما قلت يطلع مجنون ومخبول. فين اللي بيحصل ده يا جناب القمص؟ مساله بنتذبح، بلاش كلمه التطرف من الطرفين. هل كلمه بنتذبح وكلمه غزو وكلمه يعني كذا، هل هذه من الالفاظ التي يمكن ايضا ان تساعد على تنميه علاقه صحيه بين طرفين؟ لا، هقول لجنابك حاجه هنا خلي بالك ان الالفاظ مهمه جدا في هذا المجال. انا اعلم كده، لكن واحده بتقول لي انت اللي بتستفزنا، المسيحيين بيستفزونا. كويس، بستفزك في ايه؟ هذه وجهه نظرها، عليك انك ترد عليها تقول لها بستفزك في ايه؟ ما تقولهاش ان في غزو. عامه الشعب المسيحي لما يسمع ان احنا بنستفز في الوقت اللي احنا مطحونين فيه، ما اقدرش اقول ان ده عدل. لما ابص الاقي القوانين والتشريعات واقفه ضدي، لا عارف ابني كنيسه، لا عارف اخد حقي في حاجه، ولا وظيفه ولا اقرا جنابك النهارده المقال اللي كاتبها في المصري اليوم الاستاذ صالح حجي. أيوة، بيقول لو كنت قبطي. في حد علق وقال ان دي بتساعد على التطرف، ويبدو لي انه كان مسيحي. ما هو في ناس لما يلاقوا ان المسيحي عايز يقول كلمه حق يحاولوا. فين الناس اللي حضرتك بتستضيفهم هنا في البرنامج ويقولوا ان هم بيدافعوا عن المسيحيه؟ نعم، وهم متخصصين للوقوف ضد الكنيسه. يعني زي ايه؟ يعني في ناس سميتوهم في الاعلام المثقفين الأقباط. ده احنا دخلنا في موضوع تاني بقى. حضرتك بتتكلم في الاستاذ جمال اسعد جنابك بتقول ان في تعليق على المقاله، وربما اللي بعته مسيحي وبيقول ان دي تسيء. لا، ده واحد كاتب مسلم كويس، راجل مستنير. بنحترم كل الاراء يا جناب القمص، احنا بنحترم كل الاراء. الاعلام لازم يكون له دور غير كده. الاعلام يعمل حلقات مشتركه للرجال دين مسيحي ومسلمين من غير مشاكل في اوقات عاديه. طب احنا بنعمل ده عادي. احنا بنتكلم في مشكله، بنقول في اوقات عاديه. في اوقات عاديه بنعمل ده. نقعد مع بعض، رجل دين مسيحي وعالم من ولما حدث حتى فيما يتعلق بالكنيسه، حتى انا حضرتك كلمتني في التليفون وسمعت تعليق حضرتك، علشان احنا بنهتم بهذه المساله، احنا بنهتم بالشان المسيحي كما نهتم بالشان الاسلامي. انا بقول عمليه تقريب النفوس. هل هذا يعني الالفاظ ايضا اللي حضرتك قلتها هل بتساعد على تقريب النفوس